اعلموا إخواني أن العبد قليل بنفسه كثير بإخوانه، فالواحد منا لوحده لا يقوى على مواجهة الحياة ومشاكلها، ويصعب عليه الثبات، فالهموم عظيمة والمهمات صعبة، والإنسان لوحده ستذوب شخصيته في هذه الحياة الدنيا الفانية. ونحن نعيش في أيام المسلمون في حال ضعف شديد، وبسبب ضعفهم صار الإسلام متأخراً في نفوس كثير من الناس. ومن هنا تظهر أهمية الأخوة في الله، فلو لم تكن هناك أخوة في الله تعينك على الثبات لتزلزلت القلوب من شدة العواصف التي تأتي من أعداء الإسلام شياطين الجن والإنس.